رفض مدرب ريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم رافا بينيتيز التعليق على إقالة جوزيه مورينيو من تدريب تشيلسي الإنجليزي والأخبار التي تم تداولها عن قرب عودته للنادي الملكي. ورفض رافا الحديث نهائيا عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده استعدادا لمباراة جديدة في الدوري المحلي. ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو الأحد ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان ريال مدريد قد خسر في آخر مواجهة له ضمن الدوري ضد فيا ريال بهدف دون رد، مما يعني أن الفريق بعيدا عن المركز الأول باشتراك برشلونة وأتلتيكو مدريد بفارق 5 نقاط. وزاد الضغط على بينيتيز بعد أن خسر ريال مدريد 3 من آخر 5 مواجهات ضمن الدوري الإسباني. ويشار إلى أن داني كارفاخال ورافائيل فاران مصابان، ولكن توني كروس سيعود بعد أن تغلب على وعكة صحية عارضة. وفي المقابل سيزور لاعبو فايكانو جارهم ريال مدريد بعد أن خسروا في آخر 3 مواجهات لهم في الدوري، ليصبح موقعهم في خطر على قائمة الفرق الإسبانية. لكن الفريق سيلعب المواجهة وفي صفوفه عدد من العائدين، أبرزهم لاعب وسطه باينيا العائد من الحرمان، في حين يغيب كل من كوبينو وزيكاسترو ورافان وباتريك بداعي الإصابة. نريد الفوز على ريال مدريد لأننا بحاجة ملحة للفوز، لا بهدف الإطاحة بمدربهم بينيتيز، فهو سيتدبر أمره مع ريال مدريد، أرجو له النجاح. مدرب هنا منذ 4 سنوات، والكل تنبأ بإزاحتي من التدريب، لكن ها أنا ما أزال هنا. علينا أن نتعلم التعايش مع الإشاعات، ولا أقول إن الإشاعات صحيحة أو كاذبة، لكني أقول إنها جزء من مهنتنا. لو كنت أعرف كلمة سر لإيقاف هجوم ريال مدريد لكنت بعتها مقابل الكثير من المال. علينا أن ندرك أن الفرق بين فريقنا وفريقهم كبير جدا، لكن إذا لعبنا لعبا ممتازا فإننا قد نفوز. وربما لا يكفي أن نلعب بكل قوتنا، بل نحن بحاجة لأن يلعبوا لعبا سيئا.